كل شيء نديرو غير بلاتي كي قالوا الاخرين. السلام عليكم، التحية للجميع. إخواني أخواتي، أنا غندير المداخلة ديالي، غنركز على الصيد البحري، بما أن مشكلة الحراك النقطة التي أفاضت الكأس كان هو موت محسن فكري الله يرحمه. إذا جا المشكل من قطاع الصيد البحري، وأنا بصفتي كاتب عام وطني منظمة الصيد البحري غنعطي بعض الحقائق. عندنا في المنطقة الصيد البحري فاش توفى محسن فكري جا المشكل من الصيد التقليدي، ماشي من الصيد الساحلي، ماشي من بركواد السردين. كنجيو من نقولوا على بركواد السردين هذاك حالة أخرى. أما جا المشكل من سمك أبو سيف، وهاد الناس اللي كيصيدوا سمك أبو سيف هما نفس الناس اللي كيصيدوا الطول الأحمر. إذا هاد مجموعة القوارب الصيد التقليدي اللي كاين عندنا في الشمال تقريبا ما يناهز 300 قارب صيد تقليدي و60 قارب ديال الصيد الساحلي، عندهم واحد الكوطة، واحد الحصة في صيد التون مثلا اللي هو من عائلة ديال السمك الآخر. كان مثلا عند واحد الشخص كنلقاو هنا في واحد المركب ديالو في 2004، مركب سميتو بيسكا برافا، كان عنده رخصة فيها بالونغري بوحدو الصيد بالخيط. كيجي 4/8/2015 كيولي بالونغري توني ريفريجيري، ها الرخصة تبدلات من الوزارة الوصية وزارة الصيد البحري. كنجيو 2016 كنلقاو هاد السيد من هاد الباركو هذا كيبيعو لشخص آخر وما بقاش في سميتو. في نفس العام 2015 هاد الباركو غيستخدم اقتصاد الري عندنا في المنطقة الشمال، غتعطالو 50 طن. هادشي ما كنقولوش انا، كنقول بأوراق مستندة ديال الوزارة، هي مكتوبة عنده هنا 50 طن. تعطى بيش ارتيزانالي وكوتيا في المغرب كامل عندهم 140 طن. كنمشيو عند ثلاثة د الباركوات في المغرب عندهم 234 طن. ثلاثة د الأشخاص في المغرب عندهم 62.56% من حصة الطول الأحمر في المغرب، في الوقت اللي باقي المغاربة كامل عندهم 37.43%. غتسولوا تقول اش كيقول هذا السيد هذا. هذا السيد هذا كنقول شي حاجة اللي كيقولها حتى صاحب الجلالة: العدالة الاجتماعية، الاقتسام العادل للثروة، أين ذهبت الثروة، رابط المسؤولية بالمحاسبة. وكيجي السيبن كيال البرلمان كيقول لك قسموا معنا، نقول لكم علاش قلت لكم السيبن كي حيت عنده الارتباط بهذه العلاقة حتى هو راني جاي عنده. كنمشيو ل 2016 قانون وزاري 1 2016 لو 1 فيفري 2016 غتقسم عاود الحصة ديال التون، وغنشوفوا من الغرائب اللي واحد المنطقة اللي هي شبه منكوبة وهي الحسيمة البحر الأبيض المتوسط ما بقاش فيه الحوت، شبه منكوبة بحريا لعدة عوامل، منها السياسات اللي كانت كتبع الوزاره الوصيه في هذه المنطقه. كنجيو كنشوفوا عاوتاني بان هذاك نفس الشخص اللي كان عنده هذا الباركو اللي باع الباركو ما بقاش عنده حصه ديال التون، ولكن صاحب الباركو ولات عنده واحد الشركه سميتها هولدينغ مولتي برانكو كليرمير. ما كاينش الاسماء كلشي غير بالشركات، ولكن الاسماء غنوصل عندهم دابا. كتعطى له 112 طن لهذا الشخص، في الوقت اللي الصيد الساحلي بيش ارتيزانالي كوتي المغرب كامل عنده 150 طن. وجوج اشخاص اخرين، واحد برلماني مع الاحرار والاخر برونير متقاعد 105 طن 105 طن. وكنجيو القانون اللي كتسنيه السيده الكاتبه العامه في الوزاره الوصيه كتقول لك اون كا دين اكتيفيتي او ديفو ديكسبلواتاسيون دو كوتا اتريبيي بور كا دو فورس ماجور دوم كونستاتي اي ماتيرياليزي par l'administration, le quota de pêche au son reliquat pourra être exploité par un autre madrague après accord de l'administration وريديستريبيي اوتيار. ياك واضح هاد المضربه اللي عاطين ليها 112 طن، هاد السيد اللي عطينا داز الشركه كان مضربه 112 طن مضربه وهميه ما كايناش انكزيست با، ما كايناش في الواقع. غنمشيو للخطر من داك الشيء كامل، وبحيث نجمعوا هاد جوج الاشخاص وهذا غنلقاو بان الصيد الساحلي كامل عنده 46، يعني نقصوا ليه 14 طن على 2015. في الوقت اللي مدغاك زادوا ليهم 303 طن. الاقتسام العادل للثروه فين كاين؟ غنمشيو 2017 لو 24 جونفي 2017 هذا العام، يعني الحرق نايض في الحسيمه. وانا كنهضر معاكم قبل ما يموت محسن فكري مشيت ما بين الرباط والحسيمه شي 5 المرات. كنمشي عند المدير ديال الصيد كنهضر معاه كيصيفطني عند المندوب باش نحل دوك المشاكل ديال دوك الفلايك، وكيرجعني كيقول لي حديت لك المشكل. كنجي عند المندوب كيقول لي لا ها اللي كتب المندوب هذاك اللي مشى دابا في الحبس،
مشيت عندهم مانت فوا انا شخصيا قبل ما يوقع مشكل المحسن فيه كيفاش حلنا المشكل ديال الصيد التقليدي. كنقول عندك كما قنبله موقوته 2017 غيجي غيعطي الصيد الساحلي هاد بقات ما بقى خرت نسالي بقات لي جوج دقائق كاع. كيجيو الصيد التقليدي والساحلي ديال المغرب كامل، يعني رغم الحراك ورغم هذا الشيء كاع اللي واقع. كتجي في لو 24 جونفي 2017 مشيت انا كنقول لكم كنمشي من المال الخاص كنمشي ونجي، غتعطي للصيد التقليدي والساحلي ديال المغرب كامل 196 طن بكل وقاحه. غتجي تعطي جوج اشخاص نفس الاشخاص ديال ديما 120 طن 120 طن، وغتمشي لنفس الشخص ديك الشركه اللي كان عنده جوج باركوات في 2014 اللي استفد غتعطيه 127 طن. كنوليو كنلقاو راسنا بان الشمال ديال المغرب اللي كتسيد فيه التون كامل عنده 34.81 طن زائد شي وحدين في الجنوب، وثلاثه د الاشخاص كيديو حصه 65.18%. وهذا الشيء الله دابا من 2014 لدابا عاد حكومه بن كيران. وباش غنبين لكم بان هذا السيد ما عندوش لا مدراك، ها هو راه كيدير سيسيون بين الحصه اللي كتعطى له هو غيخليها ديال غتعطى لواحد لا مدراك اخرى سميتها بخانسيب، ما تعطى المضرب ديال نورتي ديال نورتي مغربه ديال نورتي سال دوسبوزي، واحد الشركه اخرى مغربيه وكان عندها اسم اسباني كيعطي الحصه ديال الكوطا. فاش كنقول لكم نعطيكم هاد الارقام، هاد 127 طن ولا 23 الاورو للكيلو في الوراق بلا ما تصيدها راه 2 المليار وشي حاجه في العام كتعطاه هبه اقتصاد الريع. وهاد جوج باركوات اللي عم عاطين 120 طن حاليا كيتواجدوا بتركيا، في الوزاره عندهم الفي ام اس كيمشيو 15 يوم لتركيا بحال غيصيدوا التون ياك، وما دابا في تركيا ما كاين والو. وفاش كيرجعوا للمغرب نو سون با دي تونيي ماشي اتونيروس كي كنعرفوهم حنا، كيرجعوا دي ساغديني كيهبطوا للداخله كيهزوا الكوطه ديال السردين. وهاد الشركه علاش كنهضر من قبيله سميتها كلين ميرسال ياك، كنجيو نقلبوا عليها في القانون السجل التجاري ديال الدوله كنلقاوها شكون دي مولاها 100%. كنلقاو مولاها سيدي هو رئيس الغرفه المتوسطيه اللي خصو يدافع على هاد البحاره كاملين، وهو عضو برلماني في مجلس المستشارين مع حزب العداله والتنميه. ويجي بن كيران يقول لنا احنا في البرلمان يستحمل البرلمانيين اين ذهبت الثروه قسموا معنا. كنقسموا معاكم. فاش كيجي بن كيران كيقول في البرلمان قسموا معنا في عز الحراك قسموا معنا الثروه فين مشيتي، واش كتستحمل البرلمانيين؟ ضحكتي على الشعب، ما قدك الشعب مشيتي للبرلمان عاد كتضحك عليهم. وبدا من دياولك بعدا رجعنا الثروه اللي سرقتوا نتوما بعدا هما الوالا. واش الا ماشي حق في هذا اليوم كلشي بكم مسؤولين. هما دابا بالوراق داك الشيء بالحجاج ما كنهضرش من فراغ، اوراق وزاريه مسلمه من الكاتبه العامه. ماشي عليكم مسؤوليه اليوم تهزوا هاد الحصص ترجعوهم لهاد الناس بالصيد التقليدي اللي كاين فيهم 300 باركو. هنا كاين العداله الاجتماعيه، غترفعوا من المستوى الاقتصادي، غترفعوا من المستوى المعيشي، غيوليو الناس يتخلصوا، يوليو الناس يربحوا الفلوس كثر. اما تبقى تعوض ليه الشباك راه مساله غير مؤقته، غتعبر ليه الشباك يخرج واحد العام ولا 3 سنين وغايبقاش. انا اللي كنهضر معاكم جلسنا مع السيد الوزير السيد البحري اتفق معنا الصناديق البلاستيكيه بثمن وكل شيء، دار اتفاقيه. فاش سالينا قلت له واش غنديروا المحضر؟ قال لي جاوبني انا شخصيا كان معايا 2 اصوات فيدراليات ورئيس فريق المجلس المستشارين السي بن عزوز معنا في وزاره الفلاحه. قال لي هذا الشيء اللي قلنا الكلمه كما كيقول دابا في الحمله ديالو الكلمه خرجنا الموظفين ديالو ديك الكلمه ما بقاتش. اذا الاخوان الله يجازيكم بخير، ولا بغيتوا تدافعوا على هاد الناس ديال الحراك غتدافعوا على هذا المطلب الاجتماعي ديالهم الحقوقي والاقتصادي ياك، وغتكون واحد النقطه اضافيه لهاد الناس باش تحسن المستوى ديالهم.